فالعلم والتعليم هي أعظم السبل، هي أعظم السبل، وهي طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فهنيئا يا طلبة العلم، هنيئا أن تسلكوا هذا الطريق القويم الذي سلكه الأنبياء والصالحون وسلكه الأئمة الراشدون، أن يسلكوا طريق العلم والتعليم، فبها حياة الناس، بها حياة الناس وبها حياة البلاد والعباد، أن يقبلوا على العلم الصحيح، أن يتعلموا التوحيد والعقيدة الصحيحة ويتعلموا أمور دينهم ويعيشوا على علم وعلى هدى، على ميراث النبوة وعلى طريقة النبوة. فهنيئا هنيئا أيها المسلم، فاحمد الله أيها المسلم أن جعلك الله من عباده المؤمنين، وأن جعلك الله من عباده المستقيمين، وأن جعلك الله سبحانه وتعالى سالكا نهج نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن نعمة الاستقامة لا تقوم لها نعمة أعظم نعمة عليك، هي نعمة الاستقامة والهداية. ومن أجل النعم عباد الله بعد نعمة الإسلام وبعد نعمة الهداية التي هي أتم نعمة، إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العباد أن يهيئ العبد بأن يكون من حملة الدين، ومن الأسباب في حفظ دين الله القويم، ومن الأسباب في حفظ الإسلام والسنة. إنها لنعمة عظيمة أن يهيئك الله أيها المسلم بأن تكون ممن يحافظ على الإسلام والسنة، تحافظ على الإسلام والسنة بالعلم والتعليم. هذه من أعظم الأمور التي يهيئها الله والتي ينعم الله بها على من شاء من عباده، أن يهيئهم، التي هي وظيفة الأنبياء، والتي من سلكها فقد ورث طريقة الأنبياء امتن الله بها على عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا هيأك الله أيها المسلم، إذا هيأك الله بأن تكون ممن يحافظ على دينه من هذه الطريق، فأنت والله قد وفقت، وقد اصطفاك الله واختارك، اصطفاك الله واختارك لأعظم عمل يعمله المخلوق. أعظم عمل يعمله المخلوق هو العمل الذي عمل به نبينا صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله عز وجل والتبشير والنذارة. هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، هي وظيفة الأنبياء التي أخذها عنهم العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الله عز وجل اصطفى من عباده أناسا حملوا هذا الدين، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. حفظ الله كتابه في صدور العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فينبغي للمسلم أن يدرك هذا الأمر. أيها المسلم، عليك أن تسلك، عليك أن لا تعيش مجرد آكل وشارب، بل ينبغي عليك أن تتحمل أمورا يحفظ الله بك بها الدين. هنيئا لك أيها المسلم إذا هيأك الله بأن تبذل مالك في خدمة الدين، وبأن تبذل مالك في نصرة الإسلام والسنة وفي نصرة الحق. هنيئا للمسلم أن يهيئه الله لهذا الأمر. هذه أمور يهيئها الله، هذه أمور يسخرها الله. من يسره الله إلى ذلك فقد أكرمه، من يسره الله بخدمة الدين عن طريق التعلم والتعليم فقد أكرمه الله. وفي نشر الخير وفي دفع الشر عن نفسه وعن البلاد. يدفع الشر عن نفسه بماله، ويدفع الشر والشرور عن الإسلام والمسلمين وعن البلاد. وفي نشر الخير كرامة من الله أن يهيئ الله أناسا لهذه الخير. يهيئ الله الناس
يهيئ الله الناس ويستعملهم في طاعته، فهو الذي أكرمهم وهو الذي اصطفاهم وهو الذي هداهم، ثم هو الذي يوفقهم ويثيبهم ويدخلهم جناته ويسكنهم في رضوانه، فله الحمد أولا وله الحمد آخرا، فالفضل كله لله سبحانه وتعالى.